سلام عليكم. كأس العالم 2030 رسميا بالمغرب واسبانيا والبرتغال. زف الملك محمد السادس الخبر السار للشعب المغربي بتأكيد تنظيم المغرب نسخة كأس العالم 2030. ونشر بلاغ للديوان الملكي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب، إسبانيا، البرتغال كمرشح واحد. وافتتاح مونديال 2030 في الأوروغواي والأرجنتين لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم. وأضاف البلاغ أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم إشادة واعتراف بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. واختارت الفيفا تنظيم المباريات 3 الأولى في مونديال 2030 في الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، احتفالا بمرور 100 سنة بالتمام والكمال على انطلاقة أول نسخة مونديالية في التاريخ، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930. وزف الملك محمد السادس الخبر السار للشعب المغربي بتأكيد تنظيم المغرب نسخة كأس العالم 2030. لا تنشر بلاغ للديوان الملكي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب، إسبانيا، البرتغال كمرشح واحد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم.